يا مساء الفل على كل متابعيني الغاليين. انا النهارده بقى في شارع حلو قوي وليه ذكريات جميله. مش عارفه انتوا هتعرفوه ولا لا. انا عايزه افرجكم على الشارع وعايزه افرجكم على جماله. عايزه اقول لكم ان الشارع ده دلوقتي اللي معظمه هنا بيبيع موبيليات. طيب خلونا اشوف كده حد من الشارع. عايزه حد كده من هنا يقول لي يعني بصوا البيوت عامله ازاي. استنى هوريكم البيوت. بصوا شوفوا البيت اللي انا واقفه بصور عنده. شايفين البيوت عامله ازاي وجمال البيوت وجمال المكان. انا هسيبكم انتوا على فكره اللي تقولوا الشارع، يعني انتوا هتقولوا الشارع. انا في حد واقف اهو. السلام عليكم. اهلا بيك. تمام يا باشا. هو احنا فين؟ احنا في شارع القلعه. ده شارع القلعه ولا شارع محمد علي؟ لا شارع القلعه، شارع محمد علي سابقا. يعني دلوقتي اسمه شارع القلعه. شارع القلعه. ده اتغير من امتى بقى؟ من حوالي مثلا من بعد ما قضيب القطر مشي. كان في قضيب قطر هنا. كان في قضيب قطر زمان. ده كان بيروح لفين بيروح من فين لفين؟ من الاخر من هنا وكده لغايه اخر الشارع. ياه. احنا بقى لنا 50 سنه في الشارع ما انا عندي صفحتي على الفيسبوك. اتفرجت على صفحتي واتفرجت عليك في رمضان لما كنت نزلتي وصورتي المائده وصورتي الشارع واتكلمت عن شارع محمد علي وعن حب الناس. مش هكمل انا بقى الباقي. لا يا باشا انا مش هكمل. لا يا باشا ده مكان حضرتك يا باشا، تنورينا يا باشا، ده مكانك وتنورينا في اي وقت. وان شاء الله رمضان الجاي تيجي تصوري المائده من اول يوم لغايه اخر يوم في الشهر.